السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم ازايز او الاخطبوط بالروز. كنتمنى تعجبكم الوصفه. في الاول كنقطع ازايز ديالي طريفات، بعدا كنضربو مزيان، كنحطو على القطاعه وكنضربو مزيان، كنقطعو وكنسلقو في الماء مع اوراق سيد ناموسه وقطع ديال الحامض لمده 45 دقيقه تقريبا. من بعد فاش كيتسلق كنحيدو من الطنجره، كنخليه يبرد واحد شويه كما كتلاحظوا معايا هنايا. كنحيدو كامل، كنحطوه في شي شبكه او في شي حاجه باش يقطر. بالنسبه لهداك الماء اللي كيبقى لي اللي تسلق لي فيه هاد الاخطبوط او ازايز ما كنضيعوش، ما كنرميهش، هذا ممكن نحضر به شوربه او اي حاجه كيجي لذيذ بزاف. في واحد الطنجره كندير تقريبا كاس ديال الزيت مخلط، زيت زيتون وزيت نباتيه. كندير فيه المقدار ديال الروز اللي غادي يكفيني. كنشحر داك الروز ديالي مزيان كما كتلاحظوا هنايا. وكنضيف عليه التوابل اللي غادي نحتاج معاه: الربيع، القزبر ومعدنوس، سكينجبير، تحميره، الخرقوم والملحه. وكنبقى نحرك فيه حتى كيتلبسوا حبات ديال الروز كاملين بهذوك العطريه اللي زدت معاه. كنضيف جوج ديال الاوراق ديال سيدنا موسى، كتعطي واحد المذاق رائع جدا، كيتواتى مع المذاق ديال السمك، اصلا السمك بصفه عامه. المهم كنبقى نخلطو بحال هكا حتى كيندمجوا مزيان. صافي من بعد كنخليهم يتشحروا بحال هكا، وكنمشي كناخذ داك القطع ديال الاخطبوط ديالي وكنقطعهم مربعات بحال هكا ولا دوائر كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. اذا كل ما تسلق اكثر كل ما كيجي رطب اكثر. ما تخليوهش يتسلق غير شويه، غادي يجيكم قاصح. صافي فاش كنساليه بحال هكا كنضيفو على الطنجره على الروز اللي عندي. راه هاد الوصفه هذه كتجي رائعه، غير جربوها وردوا عليا الخبر. ما كنزعموش على شي انواع ديال السمك، ولكن كيجيو رائعين. صافي كنبقى نحركهم بحال هكا حتى هما حتى كيتلبسوا بداك العطريه. كنضيف عليهم واحد جوج معالق كبار ديال مطيشه ديال الحك، كنزيد معاها شويه ديال الماء، كنحركها كنضيفها عليهم. صافي من بعد كنضيف المقدار اللي غادي يكفيني باش داك الروز ديالي يطيب. صافي انا هنايا تقريبا زدت واحد لتر ونص ديال الماء، وكنضيف القطع ديال الحامض ضروري جدا. صافي وكنخليهم يطيبوا حتى كنشوف داك الماء ما بقاليش ابدا، بقى غير الروز بحال هكا كما كتشوفوا هنايا. انا غنفتح لكم طنجره هكا كيرجع. صافي دابا الروز ديالي بالاخطبوط راه واجد. صافي وكنقدموا على هاد الطريقه هذه. كنتمنى ان الروز بالاخطبوط يكون عجبكم. بصراحه وصفه رائعه جدا. كنتمنى تجربوه، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير حتى هما. وكنتمنى من المشتركين الجداد يديروا ابوني. وشكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.